السلام عليكم. أحلى مشروب نشربه بعد فترة صيام رمضان هو حمص الشام، وأحلى مشروب نشربه لما يكون الجو برد جدا وساقعة هو حمص الشام. وما نكون عايزين نشرب مشروب حلو في الصيف هو حمص الشام، حاجة حلوة كده وسخنة وطعمها لذيذ وطريقته مفيش أسهل منها. نشربه بقى كده بالليمون وعليه الشطة وعليه الدقة المخصوصة بتاعته. هنعمله بقى بالطريقة بتاعت محلات العصير وحمص الشام والدقة السرية بتاعته. معايا حمص بأي كمية نحبها. حمص أكون نقعاه قبلها ب3 أو 4 ساعات، بعد كده أصفي مية النقع وأشطفه تاني، أحطه في حلة وأحط عليه مية وأحط عليه نص معلقة كمون ومعلقة صغيرة ملح وأسيبه يتسلق. بعد شوية ألاقي المية بتاعته قلت، أزود له مية وأسيبه يكمل السلق بتاعه. بعد شوية بقى كده أبص عليه اختبره بايديا، لو لقيته طري والقشرة بتاعته طلعت في ايديا يبقى كده اتسلق وبقى تمام. مش عايزة اسلقه ويبقى طري قوي لانه هياخد غلوة لسه في المية بتاعته اللي هنعملها دلوقتي. احتاج بقى كده طماطمتين وبصلاية و4 فصوص توم و3 معالق كبار خل والبهارات بتاعتنا، معلقتين ملح ومعلقة كمون، معلقة بابريكا ومعلقة كزبرة ناشفة. دي كل الحاجات اللي هنحتاجها. اجي بقى كده في الخلاط احط الطماطم بتاعتنا والبصل والثوم واحط ميه واضرب بقى كل الحاجات دي مع بعضها، اضربهم كويس قوي عشان ما يبقاش فيه اي قطع صغيرة من البصل او الطماطم. اجي بقى كده على الحمص صفيناه من مية النقع بتاعته، احط بقى الخليط اللي احنا ضربناه ده مع بعض وازود مية بقى. حمص الشام بيحب المية الكتير، المية بتاعته تبقى طعمها لذيذ جدا. اقلب بقى الحاجات دي كده مع بعضها واضيف البهارات، الملح والكمون والبابريكا والكزبرة، واضيف الخل، اقلبهم كده مع بعض واسيبهم بقى يغلوا مع بعض انا ما ضفتش في الخلاط ليمون ولا اضيف في الحلة اي ليمون لان الليمون بيمرر. الليمون هنضيفه وقت الاكل في الكوباية بتاعتنا. كمان مش حطيت شطة عشان اللي مش بيحبه يكون حار. بعد بقى ما سبته كده 10 دقايق يغلي، شايفين بقى شكله جميل ازاي، شكله يفتح النفس. كده بقى جاهز. يلا بقى نعمل الدقة السرية بتاعت عربيات حمص الشام. معايا بقى كده معلقة صغيرة بابريكا ومعلقة صغيرة شطة واعصر كده ليمونة واحط شوية مية صغيرين واقلب بقى الحاجات دي. يلا بقى نغرف حمص الشام بتاعنا. كده بقى جاهز. شايفين بقى شكله جميل ازاي. جربوه بالطريقة دي، طعمه حلو جدا.
أنا كارلا ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو عجبتكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. احط بقى الدقة اللي احنا عملناها دي. اقدر ازود معلقة شطة كمان لو بنحبها تكون حر قوي. احط بقى الليمون في الكوبايات وقت الاكل. كده بقى تاكلوا احلى حمص شام، احلى مشروب نشربه في العيد وبعد فترة الصيام بتاعة رمضان. ما تنسوش بقى وانتوا بتعملوه تصلوا على النبي. بألف هنا.